كل حدا عنده عقد بيع ممسوح وما منفذه بالعقارية ما مسجل، هذا الفيديو لإله. بداية لازم تعرفوا انه ما يكون معكم عقد بيع ممسوح مفكر حالك نايم على حرير، هذا الشيء مش مزبوط. بداية انت بعدك بعداد انك ما تملكته للعقار، هي حليا ببالك. ما بتتملك العقار غير يطلع لك السند الاخضر باسمك، اوكي، سند التمليك. هاي اول نقطة. تاني نقطة، انت شو ناطر لتنفذ؟ ناطر لتزيد نسبة الرسوم اضعاف مضاعفة؟ شو ناطر؟ مثلا انت وقت نروح نعمل قيمة تأجيرية بيطلع مثلا ضريبة املاك مبنية بيطلع مثلا قيمتهم 5 مليون 6 مليون 10 مليون اللي هن حسب، وبتدفعهم على اللبناني هون. طب بعدين اذا تعدلت الرسوم صار رجع كل شيء مثل ايام ما قبل ال 1500، ايام 1500 وقت كانت حالة طبيعية. يعني هاو ال 4 مليون 5 مليون 5 6000 دولار بيطلعوا. بقى يعني توصل لهالمرحلة بس لأنه أنت ناطر ومؤمن وعم تأجل. هاي أول نقطة. تاني نقطة، الرسم. رسم التسجيل لحد هلا بعده محمول. حقيقة عنه عصيرة فعالة شيء طبيعي، يعني خلص 1500 انتهينا منها لآخر شهر أيلول مثل ما حكينا. بعده محمول نسبة نوعا ما، بس لقدام الرسوم ما حتضل مثل ما هي، حتزيد كتير، حتفرق من الأرض للسما. عرفتوا علي؟ يعني بأيام أول كان إذا حسب ما تتذكروا اللي بيعرف كان الشقة اللي كانت تكلف 20,000 15,000 يطلع عليها رسم تسجيل. يعني راجعين لهالمرحلة. شو هذا اللي حبيت وضحه مشان ما يكون حد عند حدا أي لبس بهذا الموضوع. اللي عنده عقد بيع ممسوح بده ينفذه بده يسجل بالعقارية يتواصل معنا لنساعده.